قدم فالنسيا والهدف الاول في المونديال. نفس اللقطه من فالنسيا لمرات، وكتب له ان يكون صاحب هدف الافتتاح في كاس العالم في قطر. نعم، الغي له هدف بسبب التسلل. كرة طويلة، ضربة راس، والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترت يا فالنسيا لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقول على عفيف أو المعز علي، ولكن اللعيب هو فالنسيا. يا ابن اللعيب يا فالنسيا بالراس. من دون تأرير. رحيم لوك شو على الجهة اليسرى، توزيعة خطيرة، جول. حتى في ضرباتك الراسية يا جودي، يجود بيلينغهام وكأنه دار معها وبالروعة وبالأناقة وبالجمال، وكأنه لمسها براسه. هذه ليست ضربة راسية، بل هناك عناق. ماغواير بالراس وبوكايو جول. ماغواير وبوكايو جول. دفاع إيراني يتفرج على كرة هوائية طالعة، يتفرج على ماغواير وهو يرتقي، يتفرج على بوكايو ساكا وهو يستلم، يتفرج على بوكايو قام يغطي كورته. كاين مازال كاين التوزيع جول. يا سلام على رحيم لم يرحم إيران. يسجل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط. هرب بيلينغهام وبيكام يصفق في المدرجات. أول جول بوكايو ساكا، صغيرهم سنا وكبيرهم عقلا وفنا وبراءة. كرة أخرى، روعة. بورالي جانجي جول في منتهى الروعة، لعبة في العمق. وجاء الهدف الأول لمنتخب إيران بعد 4 أهداف لمنتخب إنجلترا. لعبة ولا أروع في غفلة من هنالك راشفورد جول. ماركوس راشفورد جول. 15 ثانية بعد دخوله يهز الشباك ويسجل الهدف الخامس. ماركوس راشفورد. هنالك على جهة اليمنى كالوم ويلسون جريليتش وجول. 6-1 لإنجلترا أمام إيران. هرب من هنالك كالوم ويلسون، مرر لجاك جريليتش الذي يسجل ثاني أهدافه مع منتخب بلاده. تاريمي ومهدي وجول. الهدف الثاني لمنتخب إيران 6-2. تركيز كبير لتاريمي مهدي، وهدف ثاني لمنتخب إيران مقابل 6 لإنجلترا من ركلة جزاء احتسبها الحكم حتى في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس. كورة جول للسنغال، جول لهولندا في شباك السنغال. فريق البرتقال عال هولندا. الكرة الجميلة أشبرة ديباي، لكن صار عنده كرة الجول. كلايسن جول. الهدف الثاني للمنتخب الهولندي بكرة غدارة بدأ منفذ ديباي، وهناك كلايسن ويتحمل مسؤوليتها الحارس إدوارد ماندي. ينهار السنغال في آخر. ينطلق بوليسيت، يتقدم، يحاول يمر، يعدي تمريرة، كرة أبناء العمسام يطلقون السهام. سهم أول يصيب التنانين، سهم أول يصيب التنين الأحمر. هدف أول تيموثي ويا. يتقدم الآن التنانين الحمراء تنفث نيرانها، تقذف لهيبها، وتعود 1-1. عاد المنتخب الويلزي، عاد عن طريق القائد، عاد عن طريق من يعتبر
اليسرى. هنا التسديدة تاتي والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي يبدأها للأرجنتين ويسجل أول أهداف الأرجنتين في هذا اللقاء من علامة الجزاء بالتسديدة اليسارية في شباك مرمى الحارس محمد دعويس. يسجل السعودية التقدم. المحاولة فرصة تأتي هي عرضية من هنالك على الجهة اليمنى ومحاولة المضاعفة صعبة. عرضية خطيرة الهدف الأول لمنتخب أستراليا. جراك جودوين يفعلها في القائمة الثاني بلعبة ولا أروع. دفاع فرنسا حاضر غائب. دفاع فرنسا مغيب في كرة ولا أروع. يفعلها المنتخب الأسترالي. والسؤال المطروح تيو هرنانديز استلم. تيو يرفع الكرة خطيرة. من أول كرة وأول لعبة التوزيعة من هنالك على الجهة اليسرى. أدريان رابيو جول. 1-1 صارت النتيجة. أدريان رابيو وسط مبتذل مبابي. رابيو جريزمان جول. أوليفي جيرو جول. الهدف الثاني لمنتخب فرنسا. كاد يضيعها أوليفي جيرو. هل ضربت في رجله الكرة ودخلت أم ساعدها قليلا؟ جاء الهدف الثاني في نهاية المطاف. سجل ديمبلي مازال ديمبلي. ثالث أهداف الفرنسيين في هذه المباراة عندما زادوا في الرتم صنع الفارق. كرة بينية بين تيو ومبابي. تيو في المراوغة مبابي من أمام ماركينز. مبابي يسجل ثنائي الليلة. هذا الذي لم يسجل في مونديال فازت به فرنسا. يسجل ثنائية في ساعة لعب أمام منتخب أستراليا. اولمو تحرك رائع. شيلها له جميله قوي يا ولد على الاستلام. روعه امامنا اولمو الاسبان الثالثه ثابته. لكن تمريره تدرس حلوه قوي. واللمه والمهاره العاليه والهدف الاول لاسبانيا. مشر على هندوراس كانوا بنتيجه هدفين والتعادل وفرصه للتسجيل. ياتي التسجيل للمره الثانيه. هذه المره من كل حد ومن كل صوب. يا ولد جوردي ألبا يضع كره عرضيه مثاليه ضيعها اسينسيو في الاولى في الدقيقه الثامنه. وادي امامنا هنا الملك فيليب البولنديين. لكن فران توريس يا ولد فران توريس المتألق في الفتره الاخيره يسجل في كاس العالم عشان اسبانيا تتقدم هنا ب3 أهداف نظيفه في استعراض استعراض كبير قوي الحقيقه في مباراه اليوم من فران توريس. لكن الراجل وقع وسلم ويسجل. خطأ قاتل كالفو ودوارتي وبيدوروا على الكوره. ولكن الكوره بتعرف طريقها الى الشباك ويسجل فران توريس عشان ينضم الى قائمه الهدافين اللي بيملكوا هدفين حتى الان في هذه البطوله. كوره حلوه من أليكس بالدي واتحركت. يا ولد يا على الجمال. الكرة اتعملت اتعملت روعة وهدف جميل الحقيقة من صناعة على المنتخب الكوستاريكي على أمل هدف جديد يأتي في هذه اللقطة. اوعى كارلوس سولير وسع كارلوس سولير. يا ولد قال له وسع
وكارلوس سولير قال لك الله ما انا كمان ادخل في الحفله واسجل الهدف، لكن شوف الكوره والتوغل وكارلوس سولير يسجل الهدف. مباراه اليوم من جانب المنتخب الاسباني الفارو موراتا 7 يا ولد يا موراتا، يا ولد يا موراتا، 7 أهداف، 7 أهداف في هذه المباراة. أي متعة وأي روعة في هذه المباراة فيما قدم في هذا اللقاء من خلال الألمان يتحدون كمبيوتر اليابان، ماكينات ألمانية. وهذه كرة أخرى، وهذه كرة الجول، كرة الجول. اليابان يعلق الألمان، اليابان يعلق الألمان، كمبيوتر اليابان يدمر الألمان. وهذه كرة زلزال في مدرجات خليفة الدولي، زلزال. مطلع التمرينات وايضا الجيل الحالي، كرة خطيرة، باتشوايي يسجل المنتخب البلجيكي، يسجل الجول يا دور، يسجل المجنون. هذا باتشوايي يأكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف. الفريق الذي يضغط الآن ويتقدم في الجهة اليمنى. جول 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 من اللي سجل عاد، من اللي سجله، اللي سجل المولود في الكاميرون. ما صدق، ما احتفل، ما عمل أي شيء. تذكر يوم تركيز رونالدو، التنفيذ، أدون صاروخ ماديرا. جول سي. هذا الصوت مسطرة الساعة 9:07 حينما احتفل بعادته، حينما احتفل أصبحت تبادر وينها من زمان هذه المبادرات. عرضية للجول. الله 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 الله. يسجل للنجوم السوداء البلاك ستارز. نعم، حينما وجدوا الطريق. برتغالية في وسط الميدان، تمريرة بينية. أنا الحل، هكذا قال جواو فيليكس. يسجل لمنتخب البرتغالي هدف التقدم. نعم، برونو عند الكرة، الدون يطلبها، تمريرة. الله 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 المايسترو برونو فرنانديش خلف هذا الهدف. يا بخت اللي كان في الدوحة. هنا فرصة لا تأتي، عرضية ترسل عالية، غنية. جول جول. ألم أقل بأنه ما زال في القصة قصص؟ ألم أقل بأنه يا رونالدو ما زال في القصة قصص؟ هنا بوكاري. نعم يا نيمار اوبا خطيرة. جول. عندما يهجم عليك البرازيل، عندما يهجم عليك نيمار، زائد فينيسيوس جونيور، زائد ريشارليسون، من هنالك ياتي الجول. فينيسيوس رحمر يلعبها ريشارليسون. جول.